السلام عليكم ورحمة الله. يا رب يا أغلى متابعين تكونوا النهاردة بخير وبسعادة دايما يا رب. يلا النهاردة نعمل كده التحلية الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت. هنعملها كده بكل سهولة. طبعا هيكون معانا كده جيلي ومعانا كاستر. تعالي كده اوريكي الطريقة الجميلة ديت. طبعا أولادك كده هما بيذاكروا الطبق الجميل ده هيعجبهم جدا بقى وهما بيذاكروا. واللي عجبه بقى الفيديو حط لي اللايك الجميل بتاعه ويكتب لي رأيه كده في الكومنت. يلا بينا نبدأ الفيديو. نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كده هيكون معايا باكوين من الجيلي، واحد بالمشمش وواحد بالفراولة. وهيكون معايا برضو كوبايتين كده من المية، مية سخنة، مية بتغلي. طبعا انا هحطهم كده ايه، حطيهم كده في حاجة ان انت بترفعيها على النار. وهبدأ ان انا عارفة انت لما تكوني بتعملي قهوة كده ومهدية النار خالص، طبعا انا وبقلبهم هرفعهم كده على النار الهادية خالص وانا وبقلبهم. طبعا انتوا عارفين انا بحب الصراحة اللي انا ايه، وانا وبعمل الجيلي بحب ان انا اعمله كده. انا بفضل اقلب فيها كده وانا رافعاها على النار الهادية خالص، اللي كأني بعمل فنجان قهوة. ما تعليش النار، ما تخلوش يغلي يعني معاكي ولا حاجة. انا بصراحة بحب اعمله كده، وفي ناس برضو بيحب اللي هم ايه، يا دوبك بالمية السخنة كده وتحط عليه ميه بتغلي يعني وتبداي تقلبي فيه وخلاص. انا بصراحه مش هحط سكر، يعني انا ايه، هشتغل فيه من غير سكر. خلاص كده زي ما انا قلتلك، انا رفعته بقى ايه على النار، على نار هاديه خالص، وقلبته لغايه ما ايه، ما داب معايا خالص، عشان بيبقى فيه جيلاتين وكده، فانا عايزه الجيلاتين ده كله يدوب كده معايا. طبعا انا حطيت كده لكل باكو من الجيلي كوبايه ونص من الميه. كوبايه ونص كانت مقطع معايا مكعبات حلوه زي ما انا عايزه يعني. طبعا دلوقتي هبدأ ان انا ايه، قلبته كده خلاص نص كوباية مية، يعني مية ساقعة. وانا اساسا سبته لغاية ما هدى شوية. جبت كده معايا علبة يدوبك حطيت فيها يعني حاجة من الزيت خفيفة خالص، اقل من نقطة الزيت. وجبت كده، وتجيبي كده منديل مطبخ ولا اي حاجة عندك، وتبدأي ان انت ايه، تغلفي الحاجة اللي انت حطيتي فيها الزيت، وتغلفيها كويس وتمسحيها، يعني لو في زيت زيادة تتخلصي منه. طبعا طبق بقى، علبة، اي حاجة هتنفع معاكي، مفيش اي مشكلة. خلاص بقى انا هحطه كده في التلاجة، حطيته لمدة نص ساعة في الفريزر، وبعد كده هنزله في التلاجة عادي. حطيت بقى كده كوبايتين من اللبن، وهحط كده معلقة ونص من الكاستر، وحطيت 3 معالق من السكر. انت ممكن لو حابة تسكريه زيادة هتحطي ايه، 4 معالق من السكر. عشان انا طبعا اكتفيت بالسكر اللي في الجيلي. ممكن في المرحلة ديت حابة تحطي معلقة من الكريم كراميل معاه، برضو مش هتكون وحشة، هتكون حلوة قوي. ممكن تحطي معاه معلقة من لبن البودرة. ممكن ان انت ايه، يعني حاجة ترجع لك يعني براحتك خالص. اي اضافة معاه هتكون جميلة جدا، هتديله يعني ايه، قوام كريمي زيادة شوية يعني. طبعا انا رفعته على النار، واهم حاجة بقى اللي انت تسيبي الكاستر يغلي يغلي على قد ما تقدري، عشان خاطر كل ما بيغلي معايا كل ما بيديني طعم حلو. يعني بعد ما يغلي كده ممكن تسيبيه قد 3 دقايق كده يغلي، وانت مهديه النار خالص وتقلبي فيه. خلاص كده انا ايه، فرغته كده في الطبق ده. هبدا اي حاجه بقى تفرغيه فيها وتحطيه بقى في التلاجة. انا هحطه في التلاجة لغايه ما يسقع معايا خالص. طبعا كده كيس يلامس الكاستر، عشان خاطر ما يبداش الكاستر ايه، يعمل القشره الناشفه اللي هي انا مش عايزاها. جبت كده منجايه، ممكن تكتري المانجا عن كده، ممكن تقللي. بس انا بصراحه ما كترتش، يعني انا حطيت يا دوبك شويه ايه، شويه مكعبات مانجا مش كتير. هبدا ان انا ايه، اقشر كده المانجايه، هقشرها كده واقطع كده منها. زي ما انتم شايفين كده بقطعها كده مكعبات. ممكن في المرحله ديت على فكره لو في موز، لو في اي فاكهه تانية انت بتفضليها وبتحبيها هتضيفيها فيها. بس بصراحه او تفاح، بس يعني ايه، احنا على قد اللي كان عندي، الحاجه اللي كانت موجوده عندي اشتغلت بيها. فزي ما قلت لك بقى، ممكن تغيري من الجيلي اي نوع جيلي انت بتحبيه. يعني ممكن ان المانجا هيبقى جميل جدا برضو معاه، اي نوع جيلي بقى انت بتحبيه وبتفضليه واللي موجود عندك. يعني بصراحه زي ما قلت لكم، انا الحاجات اللي كانت موجوده عندي اشتغلت بيها. قلت بقى اعمل لهم كده التحليه الجميله ديت. واولادي كده هم بيذاكروا، او هم قاعدين بالليل كده عايزين يحلوا كده، عايزين حاجه كده تطر عليهم كده. فطبعا مش هتلاقي اجمل ولا احلى من التحليه الجميله ديت، وسهله يعني، مش عايزه اقول لك والله فعلا كانت سهله جدا. زي ما انت شايفه كده، بدات اللي انا ايه،
طلعت كده الكاستر كده من التلاجة، كان قعد يعني ساعتين كده او اكتر شوية، لغاية زي ما انت شايفة كده كان ساقع. انا حطيت معلقة ونص على كوبايتين اللبن، معلقة ونص كاستر. انت ممكن ان انت تحطي لو انت عايزاه يعني كاستر عادي هتحطي معلقتين كاستر، بس انا بصراحة حطيت معلقة ونص عشان انا عايزاه خفيف زي ما انت شايفة كده. هو ده اللي انا كان مطلوب معايا، ان انا ايه اخليه خفيف عشان لما اجي اقلبه كده هيبقى ايه مش مكتل كده معايا، لا زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. طبعا هبدأ ان انا اجيب كده الجيلي، وهبدأ اقطعه كده ايه مكعبات. طبعا الجيلي قعد معايا نص ساعة في الفريزر، وقعد معايا ساعتين كده في التلاجة عادي. بقى زي ما انت شايفة الجمال ما شاء الله، هيديني المكعبات الجميلة اللي انا عايزاها. طبعا مسحة الزيت ديت مهمة جدا عشان خاطر، بس مسحة خفيفة خالص، يعني عارفة انتي مسحة خفيفة خالص من الزيت. طبعا مسحة الزيت ديت اللي هتديني بقى اللي هتخلي الجيلي يطلع كده بكل سهولة، وتديني المكعبات اللي انا عايزاها. زي ما انت شايفة ما شاء الله مفرطة ازاي. طبعا هنزل كده شوية برضو من المكعبات الفراولة، وهنزل برضو من مكعبات الجيلي المشمش. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو بيعجبكم بقى فيديوهاتي خشوا كده ونوروني وشرفوني بالاشتراك الجميل بتاعكم والكومنت الحلو بقى تقولوا لي رأيكم فيه. وانا بشكر كل حبايبي اللي داخلين لي جديد وبيشتركوا لي، يعني ربنا يا رب يجازيهم خير، الصراحة بيفرحوني جدا. وبرضو رأيهم كده في الكومنتات بيفرحني جدا، انا ببقى مبسوطة جدا وانا بشوف الكومنتات كده بتبقى جميلة جدا الصراحة، بيقولوا لي رأيهم والكلام كله جميل. ربنا ربي يجازيهم خير على الكلام الجميل اللي هم بيكتبوه لي. زي ما انتم شايفين كده طبعا برضو حطيت كده ايه شويه كده من يعني تفضل بس حاجات بسيطه من الجيلي. زي ما انت شايفه كده ابدا ان انا ايه اقلبه، يعني ما شاء الله عمل معايا كميه حلوه من حاجات بسيطه، والله عملت معايا كميه حلوه. طبعا انا مش هقلب كتير يا دوبك، بس بحاول ان انا ايه اخلي الكاستر والجيلي ومكعبات المانجا كله يتدخل كده مع بعضه. وهبدا ان انا ايه اجيب كده الكاسات معايا واغرفه كده. يعني 6 كاسات ما شاء الله ومليانين، يعني حلوين، يعني فيهم كمية حلوة زي ما انت شايفة كده. آه ما شاء الله، يعني كمية كانت ما شاء الله حلوة. وزي ما قلت لك ممكن تدخلي اي نوع فاكهة بتحبيه او متوفر عندك تدخلي فيه. انا اسفة جدا ان انا بتأخر عليكم بالفيديوهات والله، بس الواحد تعبان شوية، فبيبقى يعني ايه الواحد يعني ببقى عايزة اصور بس ما ببقاش قادرة اصور. ادعولي كده ان ربنا يا رب يشفيني كده ويعفى عني. وانا ان شاء الله يعني تشجعوني كده باللايكات، وان شاء الله باذن الله انزل لكم كده فيديوهات على قد ما اقدر ان شاء الله. انا ببقى نفسي ان انا انزل زي ما انا متعوده اكون بنزل يوم ويوم، بس والله بيجي عليها اوقات فعلا مش قادره اصور، يعني التصوير لوحده مجهود، يعني مجهود كبير. بس بصراحه بنسى المجهود ده وبنسى كل حاجه برأي حبايبي وكتبان الكومنتات الجميله اللي بيكتبوها لي، بتنسيني التعب اللي انا تعبته. واهم حاجه بقى اللايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع لي الفيديو وبيشجعني ان انا ايه ابدا ان انا اقوم اصور تاني يعني. طبعا شويه المكعبات المانجا اللي انا كنت سايباهم هبدا ان انا ايه اوزعهم كده على الكاسات كده معايا. واحط برضو مكعب تاني من الجيلي الفراوله. هو بصراحه مش محتاج يعني، بس برضو ايه قلت احط كده على اولادنا، طبعا بيفرحوا جدا بقى بالجيلي زي ما انت شايفه كده. طبعا هبدا ان انا ايه احط زي ما قلت لكم كده على كل كاس كده مكعب من او الاطباق، يعني اي حاجه متوفره عندك قدمي فيها مفيش اي مشكله. زي ما انت شايفه كده مكعب الجيلي ما شاء الله بيطلع معايا بكل سهوله.
طبعا الحركة دي بقى الأولاد بيحبوها جدا بقى. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام.